بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي دكتور الحناوي. يحكيها لكم دكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. الحلقة بعنوان بيبص عليا ليه؟ الجرح نزف ولا ايه؟ القصة دي هقولها بس عايز اخد رأي سيادتكم فيها. اعتدت ان انا لما اجي اعمل عملية في العمليات طول عمري ما احبش حد من زمايلي الجراحين او بتوع النساء، اطباء او حتى اي حد تاني يخش عليا وانا بشتغل، لان في زميل لي اعتاد ان اول ما يخش العمليات وانا شغال الجرح اللي قدامي بينزف، ومهما اعمل احط فوط واضغط بيها، اخد غرز، اكوي الحته اللي بتجيب دم، ما بصعوبه يقف، وما يوقفش تماما الا لما يخرج من اوضه العمليات. طبعا هنقول قعدت ادور عليها مش لاقي لها سبب. هنقول حسد، حقد، عين، سحر. دي مقصورات في يعني اعتقادات موجوده، لكن انا شايف الموضوع ده بجد مش هزار، لدرجة انه حتى في العمليات لاحظوها. فبقيت اعمل العمليات بتاعتي في ايام يبقى يصعب وجوده في المستشفى، ولو كان موجود تحت يقولوا لي اشتغل بسرعة قبل ما عنده حالة يطلع يشتغلها ويجي وانت موجود. طبعا في دكتور زميلي جراحة مش مصدق الكلام اللي بيحصل ده، فانا قلت انا هوريه ايه انها مظبوطة. فخليت زميلي ده اللي مش مصدق بيعمل عملية استئصال غدة درقية في الرقبة، واستنيت لما ابتدى يخيط طبقة الجلد الأخيرة خيط جراحي تجميلي ببطء. فنزلت لصاحبنا اللي هو اما بيجي لي الجرح بينزف، قلت له الدكتور الفلاني عايزك فوق. فطلع قال له السلام عليكم، عايزني في ايه؟ قال له انا ما عاوزتكش ولا طلبتك ولا حاجة. يا دوب ده نزل من هنا ولا جرح بتاع الغدة الدرقية ما كانش في نقطة دم، بقى بحر دم. قعد يحتاس ويعمل ويسوي لما وقف الدم، وفي الاخر قال لي اشهد لك ان هذه الملاحظة موجودة، لكن السبب ايه انا مش عارف. هل دي قرف يعني ما يعني حظك وحظه ما ينفعوش مع بعض، ولا ايه؟ انا مش عارف لها تفسير، ولكنها حقيقة موجودة ومش هزار. وإلى حلقة أخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.